أصحاب، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو السابق. لو استفدتم يعني أن الاستفادة في هذا الفيديو سوف تكون أضمن. أتمنى منكم أن تضعوا لايك وتعليق ولو بنقطة. إن لم تريدوا ليس هناك أي مشكل. نكمل مع السادس رابط الذي هو فينوا كواندو. فينوا كواندو يشبه أحد الروابط السابقة. سأعطيكم جملة وتلاحظون لماذا يشبه. نريد أن نقول مثلا يمكنك البقاء هنا مثلا إلى حيث ما تشاء، يعني إلى غاية ما تشاء. ماذا سنقول؟ puoi restare qua fino a quando ti va. ti va هنا ti va عندما تقول مثلا مي فا لدي رغبة، مي فا يعني ti va إلى ما تشاء. فينو كواندو يعني هنا إلى حيث ما تشاء، أو لا، ولا نقدر نقولوا فينو كواندو فوي يعني إلى غاية ما تشاء. ونريد أن نقول مثلا سافرت إلى غاية أن أنهيت جميع النقود. ماذا سأقول؟ سافرت viaggiare ho viaggiato fino a quando ho finito i soldi. ho viaggiato fino a quando ho finito i soldi. الرابط السابع هي عندما نقول مثلا appena. ماذا تعني appena؟ أعطيكم مثلا جملة مثلا ho appena finito il lavoro. ماذا تعني؟ يعني للتو، تعني للتو. ho appena finito il lavoro، للتو أنهيت عملي. تريد أن تقول مثلا للتو وصلت مثلا حماتي. حماتي يسألون عليها كثيرا ماذا تعني. إذا سنقول è appena arrivata mia suocera. suocera أعيدها suocera. è appena arrivata mia suocera. لاحظوا هنا الفرق عندما نضيف مثلا non appena، يعني هذا هو الرابط الثامن. non appena ماذا تعني non appena؟ أعطيكم جمل لكي تستخلصوا ماذا تعني. نريد أن نقول مثلا اتصل بي عندما تصل إلى المنزل. ماذا سنقول؟ chiamami non appena arrivi a casa، يعني هنا تعني عندما. non appena عندما. chiamami non appena arrivi a casa. نريد أن نقول مثلا أعلمني أو أخبرني مثلا ماذا حدث عندما مثلا تعرف. ماذا ستقول؟ أعلمني fammi sapere. أعلمني عرفني fammi sapere ماذا حدث. cosa è successo. الكثير يعانون منه. successo. ماذا ستقول؟ non appena تعرف lo sai تعود على الشيء الذي ستعرفه. lo sai تعرف lo sai. allora قلنا fammi sapere cosa è successo non appena lo sai. الرابط التاسع هي subito. ماذا تعني subito؟ مثلا أقول سآتي إليك فورا. ماذا ستقول؟ vengo subito da te. سآتي إليك فورا. vengo subito da te. أو تريد أن تقول مثلا اشتري اللحم فورا عندما تصل إلى السوق لكي لا تنساه. ماذا ستقول؟ compra la carne appena dopo arrivi al mercato per non dimenticarla. لا هنا تعود على la carne مؤنثة. لا لو كان مذكر لو. dimenticare ننسى. dimenticarla يعني لا تنسى اللحم. قلنا compra la carne subito dopo arrivi al mercato per non dimenticarla. جيد. مثلا أحد ما يقول لك اعمل ذلك أمرا ما وتريد سأعمله بسرعة. lo faccio subito يعني هنا لو تعود على ذلك الشيء الذي ستقوله. كما قلت لكم مذكر ذلك الشيء lo faccio subito. مع الرابط العاشر أو الحادي عشر لما أعد أذكر. المهم هي joy. لاحظوا هنا joy. هذه تقال كأنك عندما تربط مثلا بين الكلام وتقول كأنها إذن أو لذلك مثلا. يستخدمها الكثيرون عندما مثلا يريدون أن يفكروا في ماذا يقولون أو يستنتجوا كاستنتاج لما قيل. تريد أن تقول مثلا عمي قال أنه سيعود الأحد. إذن يعني أنه سيعود بعد يومين. mio zio ha detto che tornerà domenica. ciò fra 2 giorni.
يعني أنه بعد إذن أنه سيأتي بعد يومين كاستنتاج لما قلت. أريد أن أقول مثلا أذهب إلى العمل بالسيارة، لذلك لا أحتاج مثلا أو لا أستعمل أو لا أستخدم بشكليت. إذا سأقول uso la macchina per andare al lavoro. ciò non mi serve la bici. هنا الاختصار ديال لا بيشيكليتا، لا بيشي. إذا قلنا uso la macchina per andare al lavoro. ciò non mi serve usare la bici ولا non mi serve la bici. هذا ما كان في هذا الفيديو. أتمنى لا تحرمونا من دعمكم وحاولوا أن تشاهدوا هذا الفيديو فهو مهم كذلك، وأتمنى أن أراكم على خير. دمتم سالمين.